أول ما تدخل قصر عيشة فهمي في الزمالك الزمن بيقف وتدخل جوه عالم أم كلثوم. عالم جميل أنيق وساحر. داخل القصر حاليا معرض صوت مصر. المعرض بياخدك في جولة جوه حياة الست، بتشوف فيها كل حاجة تخصها، مذكراتها، أهم الكتب اللي اتكتبت عنها، وفساتينها اللي غنت بيها أجمل حفلاتها. هتلاقي كمان الجرايد والمجلات اللي كانت على أغلفتها، والجوابات الخاصة اللي بينها وبين الرئيس الأسبق لمصر جمال عبد الناصر. ومن بين المقتنيات نضارتها الخاصة، الجوانتي الأسود اللي كانت بتلبسه، ومفكرتها الشخصية اللي بتحمل أسرارها. وهنا لازم نقف شوية، مقاس جزمتها الصغير جدا وحجم الجوانتي بيكشف ان ام كلثوم كانت صغيرة الحجم عكس الصورة الضخمة اللي كانت بتوصل لينا في الصور. وده لان الست كانت ذكية جدا، كانت بتخلي المصورين يصوروها من زوايا معينة علشان تظهر مهيبة وطويلة زي صوتها. وجوه القصر هتلاقي مجموعة من أجمل التماثيل واللوحات اللي اتعملت عنها. كل فنان حاول يترجم حبه ليها بطريقته الخاصة. معرض صوت مصر أم كلثوم مش مجرد عرض فني، ده رحلة في ذاكرة سيدة غيرت تاريخ الموسيقى.